اوكي يا شباب، قبل ما نبتدي الخدعه كده عايزك تنزل تحت وتعمل لايك يا جميل، علشان في كميه فيديوهات جامده جدا الفتره اللي جايه. وان شاء الله الحلقه اللي جايه في فيديو اول مره يتشرح، خدعه من اقوى الخدع اللي انا شفتها في حياتي. فاستنونا الحلقه الجايه وخلونا نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده باللايك الجميل بتاعك وكمان الكومنت بتاعك، علشان اجمل 3 كومنتات هيظهروا قدامك على الشاشه دلوقتي. واستنانا الحلقه الجايه ان شاء الله الكومنت بتاعك يبقى منهم. خلونا بقى نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها في الخدعه دي. محتاجين كوتشينه طبيعي جدا، محتاجين دبل فيس، محتاجين مقص، بس مش محتاجين اي حاجه تاني. كل اللي هتعمله ان انت هتجيب ورقتين مختلفين او حتى شبه بعض، وهتفهم ليه مختلفين وليه شبه بعض دلوقتي. تمام، هتمسك واحده منهم بالشكل ده، هتتنيها كده نصين وهتتنيها نصين الناحيه التانية كده. شفت سهله ازاي؟ طيب نيجي بقى للتانية دي، هتتني برضو نصين كده وهتتني كمان نصين الناحية التانية كده. المختلف بقى في دي ان احنا هنتنيها الناحية التانية دي برضو كده، وهنتنيها برضو الناحية التانية كده بالشكل ده. كويس كده؟ بس احنا كده خلصنا نص الخدعة. كل اللي هنعمله في المرحلة دي ان احنا هنجيب دبل فيس بالشكل ده، وهنقطع حتة صغيرة جدا كده. تمام، هنيجي هنا او هنا، يعني المهم في الجزء ده تحت يمين هنحط الدبل فيس بتاعنا، وهنجيب الورقة التانية هنحطها كده. تمام كده، كده الورقتين بقوا في ظهر بعض مزوقين في حتة دبل فيس صغيرة جدا اهو. طيب هنتني دي كده وبقيت معانا بالشكل ده. الظهر عندنا هنا مكمل بعضه كده اهو، مكمل بعضه. يعني اللي هيشوفها، بصوا، اللي هيشوفها كده يحس انها ورقة واحدة بس. كده ورقة، كده برضو ورقة. طيب هتعمل ايه؟ هتعرض قدام الشخص اللي قصادك الورقة بالشكل ده اهو. عايز تعرض له الظهر زي ما انا عملت في الفيديو في بدايته اهو، تعرض الظهر بالشكل ده اهو، وبعد كده تعرض الوش. هتبتدي بقى تتني الجزء اللي فوق ده لورا بالشكل ده كده. عندنا الحتة الورقة التانية من تحت من هنا كده. جميل، هنتني الحتة دي وهنبتدي نقطع الاتنين مع بعض كده. لحد كده احنا تمام. هنبتدي بقى نفتح الورقة دي كده، ودي واحدة بس. التانية دي بقى هنفتح الورقتين مع بعض كده، الورقة بتاعتنا دي والورقة التانية دي هيتفتحوا الاتنين بالشكل ده. وعايز تعرضهم كده اهو، كده الظهر، كده الوش. تمام، هتبدلهم مع بعض. تمسك دي بايديك اليمين ودي بايديك الشمال بالشكل ده، وهتمسك دي كده. تمام، هيبقى معاك الورقة بتاعتنا اهي، التانية اهي بتتفتح كده. طبعا اللي قدامنا شايف ان احنا حاطين الجزء ده الظهر. تمام، هتحطه كده وتمسك الطرف ده بطرف صبعك ده هنا كده. تمام، تعرض قصاده في الجزء ده. صبعك الكبير ده هيخش ما بين الورقة دي كده، وهتمسك في الجزء التاني كده. اوريها لكم من الوش بتبقى كده، بس من الظهر بتبقى ماسكها كده. طبعا دي مش باينه خالص اهو، مش باينه خالص. هو اللي باين ان دي مقطوعه من دي وهتلزقهم في بعض. طيب هتعمل ايه في المرحله دي؟ هتغطي بايديك دي على الجزء ده كده، وهتاخده بين ايدك كده. تمام، في المرحله دي اهو هتاخد ده كده، هتفرد دي، ده هيبقى في ايدك كده. دي هتبقى المرحله دي كده. احنا وصلنا لنص المرحله كده. احنا عندنا ظهر كارت ووش كارت الناحيه التانية. عندنا ده في ايدينا، ده ممكن نتخلص منه ب100 طريقه ممكنه. ده ممكن تحطه في جيبك، ممكن ترميه تحت، ممكن تعمل بيه حاجات كتير جدا، ممكن تخليه في ايدك اصلا. تمام،
احنا ممكن نخليه هنا دلوقتي ونبتدي نكمل. طيب لحد دلوقتي احنا عرضنا له الظهر، طبعا انت مش هتعرض له الوش لان الوش كارت مختلف. تمام، احنا عرضنا له الظهر. اوكي، نص الكارت هو هيتخيل ان احنا لزقناه، مش هيعرف ان احنا حاطين كارتين في بعض. طيب نيجي على المرحلة التانية. المرحلة التانية بسيطة جدا، هتبتدي تحط صباعك كده وتاخد الكارت وتنزله لتحت. تمام اهو، هتحط صباعك، تحط الكارت الجزء ده من الكارت في نص صباعك الكبير، وهتبتدي تنزله كده. ولحد دلوقتي بس خلصنا. الكارت باين انه كامل اهو. بعد ما توريه الظهر هتبتدي تعدل وش الكارت، هيكتشف ان الكارت اتغير، وده السبب اللي خلانا نختار كارتين مختلفين، اللي هو الكارت رقم 10 وكارت رقم 2. خليهم مختلفين، ولو حابب تعملها بتأثير مختلف يبقى هات كارتين شبه بعض، وهتحس انه انت قطعت الكارتين وفعلا الكارت رجع سليم تاني. او سوري، هتحس ان انت قطعت مثلا كارت رقم 2 ورجع كارت سليم مرة تانية، مش هيعرف ان انت كنت شغال بكارتين. طب فلنفترض مثلا ان انت عايز تديله الكارت ده يمسكه في ايديه علشان يتاكد فعلا ان هو كارت واحد بس وانه فعلا سليم. كل اللي هتعمله ان انت هتمسك الكارت بالشكل ده اهو، الحته دي هتسحبها شويه كده اهو. طبعا ما تكترش دبل فيس دبل فيس ما تبقاش غبي زيي. بس اهو كارت عادي، هتعدله كده، هتاخده كده، اديله بقى الكارت انت يتأكد منه براحته وما يتأكدش، هو حر. احنا في ايدينا دي وكله تمام. دي طبعا هتبقى رميتها او برضو مخبيها في ايديك. يا رب تكون الخدعة عجبتكم، واستنونا الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.